الله على البسيسة في الشتاء، طعمها تحفة مع كوباية شاي كده الصبح أو عصير، حاجة كده تحفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناتي وقناتكم. حبي نفسك واهتمي بيها. معلش معذرة على التأخير. الشتاء بيحبها. الشتاء بيحب ايه؟ بيحب البسيسة. البسيسة الجميلة كده لما نعملها مع كوباية شاي او كوباية شاي بلبن للولاد او ياخدوها معاهم في اللانش بوكس، حاجة كده بقى تحفة غنية ولذيذة وبتكفي الولاد. يلا بينا على المقادير. هنعمل بقى البسيسة بطريقة زمان، بطريقة سهلة جدا وبسيطة. اول حاجة معانا هيبقى معانا شفشق الخلاط، هنحط عليه بيضتين، ومعايا كوباية سكر، كوباية الا ربع من اللبن الحليب، رشة من الفانيليا، معلقة كبيرة من الخل، كوباية الا ربع من الزيت، ومعلقتين من السمنة مسيحناهم. هنضرب كل المكونات ديت في الخلاط وهنرجع لكم تاني. ضربنا المكونات كلها كده في الخلاط لحد ما بقت زي ما انتي شايفة كده مصفرة. وده القوام اللي احنا عايزينه. معانا كوباية من الدقيق الابيض المنخول، وقدها بالظبط نفس الكوبايه اللي هعاير بيها الدقيق الابيض هعاير بيها الدقيق الذره. ده دقيق ذره بيتجاب من عند العطار، بيبقى لونه اصفر كده عامل زي الدقيق السمولينا، بس ده اسمه دقيق ذره. هنحط كوبايه دقيق ابيض عليها كوبايه من الدقيق الذره، لازم النسب تكون متساويه. معلقه صغيره من البيكنج باودر، رشه ملح صغيره جدا، ومعايا معلقه كبيره من النشا. هنقلب المكونات دي كلها كده. بعد ما قلبنا المكونات الجافه كلها هنبدا ننزل عليها بالمكونات السائله. بسم الله. هنبدا نقلب الخليط كده. لو وصلت لهنا ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. نبدا نقلب لحد ما نظبط القوام. هو ده بقى القوام اللي انا عايزاه. هنجيب صينيه مقاس 22 وهنبدا ندهنها كده باي سمنه، باي ماده دهنيه، سمنه او زيت. نرش فيها حبه دقيق، نبطنها، او لو عندك ورق زبده حطي. وهننزل بالخليط بتاعنا كده. الصينيه بتاعتنا بقت جاهزه ان احنا نحطها في الفرن. هنولع الفرن على درجه 180 درجه، طبعا انا مولعاه من قبلها، لازم الفرن يكون سخن. هنحطها على الرف الوسطاني على درجه 180 درجه وهنرجع لكم تاني. وادي الشكل التحفه بعد ما طلعت من الفرن. شايفين؟ بنختبرها بقى بخله اهي، طالعه نضيفه خالص. هنسيبها بقى لما تبرد ونبدأ نقطعها كده. شكلها لما بردت هنبدأ بقى نقطعها. نبدأ نقطعها بسم الله. شايفين قد ايه هشه؟ ما شاء الله. كل ما كانت الصينيه بتاعتك صغيره كل ما كان الارتفاع بتاعها ما شاء الله تحفه. شايفين بقى حجمها؟
ولونها التحفة ده حاجة كده وهم والله، يعني تتاكل اكل كده. منها وطعمها بقى ما اقولكوش ريحة الشقة عاملة ازاي. شايفين بقى من جوه؟ افتح لكم حتة، شايفين من جوه عاملة ازاي والفراغات. طعمها بقى ما اقولكوش، دي تتاكل كده يعني لو من غير شاي بلبن ومن غير اي حاجه. اعمليها للولاد ياخدوها في اللانش بوكس او مع حبه عصير او شاي بلبن، حاجه كده تحفه. ما تنسيش تدعميني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شايفين يا جماعه ارتفاعها؟ بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين سمكها؟ وما اقولكوش بقى على الطعم والريحه، حاجه كده بقى تحفه. يلا اعمليها وقولي لي تجربتك معاها، وما تنسيش الكومنتات وتفعيل زر الجرس والشير والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.